المحاولة دي بجد كان مع الأخ والصديق الغالي دكتور محمود سامي. وبصراحة في الآخر قال لي أنا اختار طريق. دكتور حسن سلطان حاضر وحاول، وكتير من اللي موجودين قاعدين وحاولوا كتير، وفي الآخر محدش عارف فين هي إرادة الله. إرادة الله وتوفيقه التقط إن إحنا نتكلم كلمة واحدة بس أنا والحاج محمد خالد صبيحة يوم الانتخابات قبل العشاء. بس كلمة معايا الفتحة لله، الفتحة لله، ولم يكن أحد منا الآخر، لأن الخيانة مش طبيعي، وأثبتت الأيام إن مش طبيعي الحاج محمد خالد مهما ما قلت. كل الشكر لكل أهالي دائرتنا بالكامل، بداية من الدراسة نهاية بالجمال. أنت المتسبب في وقف أهل الدائرة كلها معك. أنت من زرت وأنت من أعطرت لكل الظروف سواء في الحق أو البلاء، وحضرت لجميع المرضى في الزيارة. أنت لم تنسى أحد سواء في الحزن فضلكم بعد ربنا كبير علينا، وسأظل على عهدي مع والدتي. أنا صفيت أموري للعمل في الشارع بس، أنا اخواتي هم اللي بيشتغلوا وبيصرفوا عليا بس. عشان الناس تكون عارفة أنا عندي دين وعهد ووعد إن ديني من 2005 نهايتها ب 2011 إن أسدد ديوني للناس. دلوقتي ما بقتش ديون، ده بقت تلون. فربنا يقدرني على خدمتكم، وربنا يقدرني على ان انا اوفي عهدي ووعدي على ما قطعته. ليه؟ لانه اعز الناس بالنسبه لي. ان شاء الله باذن الله على المستوى العام والعملي انا مؤمن ايمان كامل بان خدمه الدائره مش هتقتصر على الحاج. ان شاء الله ننتهج نهج بشكل كويس، ان احنا نكون مع نواب الشمال بالكامل بدايه من دكنس زي ما قال الحاج ثروت، ان نكون على قلب رجل واحد في خدمه ابناء دوائرنا بالكامل، وعملنا عمل واحد للعمل العام. اتمنى ان ربنا يكون حليفنا وتوفيقه في الفتره القادمه لتلبيه جزء من طلباتكم، واتمنى برضه ان نكون على قدر المسؤوليه أنا شاكر طبعا لحضوركم النهارده وانتظاركم لرؤيه نوابكم اللي اعطيتوهم الثقه، واتمنى ان شاء الله نكون جميعا تحت حسن ظنكم او عند حسن ظنكم جميعا. وباذن الله انا خدت كلمه واحده بس من صديق عزيز ليا، هي قال لي كلمه واحده بس، ودي قدامي طول العمر: اذا خلصت النوايا عظمت الامور. والسلام عليكم. طبعا احنا سيبنا اخونا الكبير الحاج محمد خالد للاخر علشان نحدد. شكرا لسيادة النائب. السيدات والسادة، مع مسك الكلمات وقبل ان نعطي الكلمه نقول: قال تعالى في كتابه الكريم: فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. صدق الله العظيم. مصر ام الدنيا، مصر لؤلؤه العروبه وتاجها الوضاء، مصر الامن والسلام، مصر مقبره الغزاة، مصر التي لا تعرف المستحيل، مصر العامل والفلاح، مصر القوات المسلحه والشرطه، مصر التي بها زينه الشهداء وزينه جنود وخير جنود الارض، مصر ام العلماء والنابهين على مستوى العالم. مصر بحاجه الى جهودكم، بحاجه الى وعيكم،
هو سلاح واحد لو تسلح به المصريين لقضى على كل الأفكار الظلامية والإعلامية، ولقضى على كل الفتن والشائعات وحرب الوكالة القادمة لنا من الداخل من عملاء الداخل والخارج. هو سلاح الوعي ثم الوعي ثم الوعي. تحية لمصر، تحية كبيرة. السيدات والسادة، كان عضوا بمجلس محل المحافظة من 87 حتى عام 2000، وكان صديق طول هذه الفترة، وكان عضوا بمجلس النواب من 2000 و2000 ل 2005، الفصل التشريعي أيضا 2005-2010، وكان وكيلا للجنة الخطة والموازنة، وكان يأتي باعتمادات كثيرة جدا لمحافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى. إنه شيخ مشايخ الطرق الشعبية والسياسية، النائب محمد نجيب أبو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. بداية أشكر الحاج محمد فهد على دعوته الكريمة، وطبعا بشكر الحضور جميعا رجالا وسيدات على حضورهم. انا ما كنتش اعرف ان هو مؤتمر، لكن محمد في دماغي ان هو تكريم على قد كده كنت جبت لك عربيتين ثلاثه. شغلتنا. لكن اهل بيت تماما اهلي وطبعا جايين معانا برضه. شرفتنا يا حاج محمد والله. والمجالات حبايبي طبعا هم عارفين الكلام ده. ومثل القول مؤمن، مش كده يا ايه؟ ومثل القول مؤمن ايضا، وكل ابناء منية النصر بالكامل دول اهلنا. النهارده بقينا النهارده دايره واحده، وطبعا جديده على الدايره، وسعيد جدا ان انا مرشح او وفقت في الانتخابات دي نائبا عن دائره منية النصر. سعيد جدا. دائرة منية النصر من الدوائر المحترمة جدا، هي كبيرة ومتعبة لكن مفيش حلاوة إلا بعد تعب. الحمد لله ربنا وفقنا في دائرة منية النصر، وطبعا سعيد جدا إنني بينكم النهارده بين أهالي مركز منية النصر. طبعا أشكر المنصة الكريمة اللي سبقوني طبعا كلهم، ما سابوليش حاجة أقولها على الإطلاق. مش عارف اذكر اسمائهم ولا ايه. اذكر الاسماء كل واحد باسمه. طبعا اخواتي طبعا نبني المحليات، فطبعا السيد باين خيري طبعا اقول هو زميل، انا طالع وكيل اول وزاره من وزاره التنميه المحليه، مشكورتي يعني من اهل المحليات، فطبعا بقول للدكتور الاستاذ سيد الخيري انني من ابناء المحليات. طبعا كل المنصه الكريمه اثنوا علينا، فبشكرهم كلهم سواء تنفيذيين او سياسيين، وبشكر كل الحضور جميعا. بشكر برضه اهالي وشباب ورجال ونساء دائره منية النصر بالكامل اللي اعطونا هذه الثقه، وربنا وفقنا باصواتهم، والحمد لله. ما حدش يقول ما خدش من المكان الفلاني، لا خد من المكان الفلاني على الاطلاق. بالعكس كل الدايره اعطت لنا وخدنا، واقل الاصوات في اي مكان هي اللي نجحت، لان كانت الفروق زي ما انتم عارفين. زي ما حييت المنصه بحيي وبشكر طبعا اللي ما حضروش النهارده، بقول الغالب الحاضر الاستاذ سيد سمير النائب المحترم، لان انا عارف النهارده غيابه اكيد له ظروف، والدكتوره شيماء محمود نبيل ايضا طبعا، والدكتوره نسرين عمر، كنت اتمنى يكونوا موجودين لكن اكيد في ظروف، فانا بحييهم من المؤتمر الموجود هنا النهارده. انا بقول ان احنا النهارده كلفنا بخدمه جمهوريه مصر العربيه بالكامل، وخاصه دائره منية النصر. محمود بيه سامي حبيبي ورحت زرته طبعا، وطبعا خبره كبيره واتكلم عن الخدمات، وانا بروح للمحافظ وشفت امكانياته. احنا النهارده في منية النصر 7 نواب. طبعا انا واحد مخطوف في الشمال لوحدي هناك، بعيد في مركزين كبار يعني، لكن متعاون معاكم ومتعاونين مع بعض ان شاء الله.
عاوزين بقى نروح للمحافظ ولا السيد بيه ولا حسين بيه نقول له اعمل لنا حاجه، احنا عاوزين نروح نقول له انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه؟ لان هو امكانياته ايه؟ ميزانيته ايه؟ مليون، 2، 3، 5. منية النصر ما ينفعش تتخذ اخر السنه اقل من 50 مليون جنيه في الاعتمادات المحليه وليست المركزيه. احنا شغلتنا النهارده نشتغل على الحكومه المركزيه. الحكومه المركزيه نروح نهجم على الوزراء المعنيين كله في تخصص. عاوزين مدارس، هيئه الابناء التعليميه ووزير التربيه والتعليم. عاوزين اي حاجه تخص الزراعه والري، عندنا وزير الزراعه ووزير الري. اي حاجه موجوده وزاره التخطيط هي اللي بتخصص كل حاجه. عاوزين نشتغل مع الوزاره المركزيه لان المحافظ شايف كده محتاج مساعده نواب الداخليه بالكامل، وخاصه طبيبه، وانا عارف ان انت عندك خبره كبيره يا محمود بيه في المجال ده. ان شاء الله عندنا الدكتوره نسرين عمر ده عميد الكليه الطب، يعني باع كبير، باع كبير جدا. عندنا في الداخليه هيبقى 2 أو 3 رؤساء لجان من اللجان النوعيه. عاوزين نستغل الموضوع ده. النهارده احنا عاوزين نقول يا جهاز تنفيذي انت عاوز مننا ايه؟ نعمله عشان لما نقول لك فلان الفلاني محتاج مصلحه ما تقولش لا. فاحنا كلنا طبعا وانا اولكم في خدمه دايره منية النصر والجماليه والسلسيل والكردي متعاونين مع بعض. احنا السبعه ما حدش يرمي الحمل على حد، مع بعض على طول وانا قدامكم ووراكم في خدمه محافظه الداخليه. قبل كده انا كنت وكيل اول لجنه الخط والمال وخدمت محافظه الداخليه، والحمد لله اعتمادات اللي يعرفها اساتذه كليه الطب او عميد كليه الطب كنا بنجلب اعتمادات للانشاءات اللي موجوده للمراكز الطبيه الموجوده. ما اقتصرناش على دوائرنا للبس بالعكس، طالما في ايدك حاجه تعملها ننفذها مع بعض. طريق اقول لكم على حاجه، طريق المنصوره المطريه طبعا محمود بيه سامي اتكلم عليه، وده طريق فعلا متاخر. احنا خلصناه سنه 2008 2009 وعطوهم 250 مليون جنيه، وفعلا شركه مقاولات استلمته وبدا يتعمل الاعمال التنفيذيه الاعمال الصناعيه فيه. منين؟ من عند طناح وجاي تغطيه الجنبيه دي اشتغلت. المقاول ده قبل 2011 صارف 50 مليون جنيه من ال 250 مليون جنيه. قامت ثوره يناير وقفت الطريق. طبعا مش هتكلم على ثوره يناير لان انا شهادتي مجروحه بالنسبه لثوره يناير، انا كنت عضو في 2010، لكن بقول صراحه ولولا 30 يونيو كنا زماننا في خراب. لولا 30 يونيو كنا زماننا في خراب. مش نقول 25 يناير. 25 يناير لو كانت استمرت